ده فعليا اغرب سناك ممكن تاكله في حياتك. كنت مستني شحنه فواكه تجي لي من بره بس اتاخرت عليا شويه. اصحابي يسيبوني ابدا. اسلام ابو حوا صاحبي قام مكلمني وقام قال لي انا هبعت لك شويه حاجات من الصين. قام باعت لي ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 حاجات هنجربهم دلوقتي سوا. الحاجات دي كلها سناكس، بس اغرب سناكس ممكن تشوفها في حياتك. يلا بينا يلا بينا. تعالى بقى ايه ناخدهم كده واحده واحده. بسم الله. ايه بقى الغريب في السناكس دي؟ دي كلها حلويات بس معموله بفواكه طبيعيه. يعني كل حاجه من الحاجات اللي انا هطلعها لك دي ممكن تبقى انت شفتها قبل كده او تبقى شبه حاجه انت جربتها، بس الغريب هنا ان هي محشيه فواكه طبيعيه. بص ده مارشميلو. بص كده المارشميلو ده عامل ازاي. بس ما تاخدش بالمناظر يا صديقي. بص كده، تعمل كده تلاقي المارشميلو من جوه محشي ايه؟ محشي فاكهه. واخد بالك انت من الفاكهه اللي جوه؟ بص لو ركزت كده هتلاقي اللب بتاع الفراوله باين اهو قدامك. مارشميلو محشي فراوله. بسم الله. اللي انا حاسس بيه طعم الفراوله، انما طعم المارشميلو طعم المارشميلو عادي خالص، بس هو مارشميلو محشي فراوله شبه البتاع اللي بيجي في مولد النبي. هنعمل بقى حاجه جديده في الفيديو ده، ان احنا كل حاجه هندوقها هنقيمها. المارشميلو ده 7 على 10. افصل بشويه ميه. خش على التاني. بسم الله. السناكس دي بتتباع عادي جدا في اي محل في الصين. بص دي ايه؟ ريحتها مانجا. بسم الله. هي ريحتها مانجا، طعمها عامل زي التوفي. الناس بتوع الخليج عارفين انتوا عندكم الملبس اللي هو البقره، طعمها عامل زي اللي هو الحلوى البقره دي، ولا ليها اي لازمه. البتاع اللي ملوش طعم ده نديله 2 على 10. يلا بينا على اللي بعده. بسم الله. دي فاكهه متقطعه نصاص. بص كده الناحيه الثانيه، شايف انت مقطعينها نصاص وناشرين البذره كمان في النص. حاجه كده ايه غريبه جدا يعني. بسم الله. مشمشيه، بس مشمشيه طعمها غريب جدا. يعني مشمشيه طعمها في مزازه عاليه قوي. طعمها مسكر بس في سنه مزازه عاليه. نفصل بشويه ميه نديها 5 على 10. خش في اللي بعده. ما هذا؟ شايف البتاع ده عامل ازاي؟ حتت كده صغيره خالص، يعني رقيقه جدا كده. شايف شكلها عامل ازاي؟ ندوق بقى على طول. بسم الله. حلوه دي. انت ايه يا ابو حوا اللي انت جايبه ده؟ بصوا حتى هم ملزقين في بعض ازاي. البتاع ده فيه طعم ينسون عالي قوي وفيه طعم كولا، جيلي معمول بالكولا واليانسون. طعمه مش وحش بالنسبه لي. 5 على 10 تدوق. ندخل على اللي بعده. بسم الله. بص يا سيدي، ده الحلويات اللي بعد كده شكلها برضو يسد النفس. ايه ده يا طعمها رخم. بص عارف لما تبقى عامل جيلي بس يفرول منك ويبقى فيه حاجه غلط؟ ده البتاع ده كله غلط، ولا عارف اميز ايه اللي في طعمه ولا عارف اصلا هو ايه. حاجه كده هم. البتاع ده بدون ما نعرف هو ايه، زيرو. ده لو في ماينس هديله ماينس. لغايه دلوقتي كده ده اسوأ حاجه معانا. خش على اللي بعديكوا. ده مشروم بس مشروم مجفف ومعمول ان هو يتاكل كسناكس. نجرب بقى. بسم الله. ولا اي طعم في اي حاجه. انت بتاكل حاجه فلات. الفكره ان انت بتاكل سناك صحي. يعني خلينا بقى نخلي الطعم ده على جنب. فكره انت بتاكل حاجه صحيه. يعني بدل ما العيل بياكل مثلا بوزو ولا اي مقرمشات، هياخد المشروم ده وهيتفه. مفيش عيل في الدنيا ممكن يقبل حاجه زي كده. هديله 7 على 10. خش في اللي بعده. بسم الله. بص بقى دي حاجه من الحاجات اللي شكلها مبهج جدا. بص الفاكهه شكلها عامل ازاي. فاكهه مجففه وعليها من بره زي ما يكون نشا. يلا بسم الله. ده برقوق، والبرقوق ده انا كنت كلت زيه قبل كده في اندونيسيا. عارفين البرقوق الهوليود اللي بيتباع هنا في مصر؟ ده زيه. برقوقه صغيره، لحمها كده فيه كثافه مكبس كده، عشان كده لما جت اتجففت بقت برضو حاجه كده شبه المشمشيه والجو ده. طعمها حلو مش وحش. هي بس مشكلتها ان لو في عيل صغير حب ياكل منها سنانه هتنزل معاه. ممكن اديها برضو 8. يلا نخش على اللي بعده. اكيد عرفتها، مش محتاجه يعني غش اهو. دي مشمشيه. بص اهي زي المشمشيه بتاعتنا بالظبط، بس دي لونها غامق شويه. بسم الله. مشمشيه بس الميزه اللي فيها سكرها قليل قوي. حط ده. خش على اللي بعده. عارف الرايس كيك بتاع الناس هم بيعملوا دايت ده؟ بص ده حاجه كده عامله زي الرايس كيك. بص شكلها عامل ازاي. بسم الله.
سمع القرمشه، بس هي في عليها فليفر. يعني الناس اللي بتحب الرايس كيك على اساس انه بحاجات تملى بطنهم بس بيضايقهم من الطعم فلات بتاعه، ده واخد فليفر. عارف شيتوس؟ طعمه قريب من الشيتوس في 5/10، لان كده اصلا ما بحبش الرايس كيك. نيجي بقى لاخر واهم حاجه، عشان كده بتاع الاخر خالص. ده اغرب سناكس وحلويات هتشوفه في حياتك. معمول متغلف بالسي ويد. بص شكله عامل ازاي؟ يعني بص عشان بس اوريها لك كده عن قرب. ادي اهو الاعشاب البحريه، هي ده السي ويد اهو، وادي ايه ملفوف حوالين الحلويات الموجوده جوه. بسم الله. ده اغرب سناك ممكن تاكله في حياتك. طعمه غريب جدا، عمري ما دقت سناك في كميه الاختلاف في الطعم اللي موجوده هنا. عارف لما تبقى بتاكل حاجه فيها سنه زفاره؟ طبعا الزفاره دي جايه من السي ويد. من جوه في حاجه عامله زي الويفر، بس الويفر ده محشي حاجه شبه الجلاش. الموضوع مريب جدا جدا. ده فعليا اغرب سناك ممكن تاكله في حياتك. لكن طبعا السي ويد الاعشاب البحريه مليانه فوائد، مليانه فوائد، فيكرم علشان خاطر الفوائد اللي فيه. ده بالنسبه لي كطعم ماينس، يعني ننزل بالماينس، ما فيش، مش هنديله بقى 1/10، لا لا ده بالماينس. لكن كفايده ممكن نديله مثلا 8/10 علشان خاطر الاعشاب البحريه الموجوده فيه. المهم كده انا فرجتكم على اغرب سناكس انا شفتها في حياتي. اللي فيكم شاف الحاجات دي يكتب لي في الكومنتات، واللي اول مره يشوفها يكتب لي برده في الكومنتات. جميل جدا التجربه. اسلام ابو حوا ما تعملش الحركه دي تاني، خلاص هقطع علاقتي بيك، ماشي انت حبيبي. ونيجي لقطه السعر اللي انت قاعد مستناها من بدري، بس انت شكلك كده ما خدش بالك من اول الفيديو. الحاجات دي كلها هديه ولمصلحتك، لمصلحتك. اسمع كلامي، ما تعملش زيي. الحاجات دي كلها ما تجيبهاش. ليه؟ عشان انا جبتها مكانك.